اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احنا متابعين في الدنيا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، وبعود الايام عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات انتوا واولادكم يا رب. النهارده هنعمل الزبادي، طبعا ما فيش غنى عنه في رمضان. دايما بنشتري من بره العلبه ب5 جنيه، بدل ما نشتري العلبه ب5 جنيه هنوفر كتير جدا. هنشوف اخر الفيديو هنوفر قد ايه. النهارده هنعمل الزبادي الساده والزبادي الفراوله. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا. معانا هنا يا بنات كيلو ونص لبن، طبعا انا حطيته يتغلي. اول حاجه بتحطيه يتغلي، طبعا الشعله بتبقى بسيطه خالص، بيبقى على نار هاديه خالص. تمام. خلاص اول ما غلي بتسيبيه يبرد خالص وبعدين هنبدا نشتغل فيه. انا سبته يبرد خالص شايفين القشره متكونه فوق قد ايه؟ بتبقى كتيره ازاي؟ طالما انت جايباه من مكان مضمون بيبقى بقشرته وبتبقى جميله، وبيبقى الزبادي بتاعك بيبقى طعمه جميل جدا. طبعا اي لبن بقى بقري جاموسي اللي تشتغلي بيه، اللي موجود اشتغلي بيه. معايا هنا يا بنات بعد ما برد خالص انا حضرت الكوبايات بتاعتي اهيت. طبعا معاكي كوبايات صغيره، معاكي اطباق بلاستيك، اطباق عاديه صغيره، علب زبادي بتشيليها بتحوشيها. هنعمل كل حاجه. انا معايا انا حضرت الاطباق بتاعتي طبعا ناشفه اهيت في الصينيه. حطها في الصينيه عشان هنستخدم الصينيه برضو هقولك في ايه. معايا هنا هبدا اعمل الزبادي الساده. هنا يا بنات انا طبعا نقصت اللبن، شلت شويه يعني على جنب للزبادي الفراوله، والباقي هشتغل بيه عادي، لان احنا ده بنحب العادي اكتر من الفراوله يعني، بس حبيت اوريكم الفراوله والعادي. تمام. معايا هنا علبه زبادي اهيت، العلبه ديت ب5 جنيه اهيت. جبت علبه واحده، طبعا بتعمليها خميره اهي زي ما انتم شايفينها، بتبقى خميره للزبادي بتاعك، لازم بتبقى خميره. هنشيل في اخر الفيديو علبه زبادي بقى من اللي هي الكوبايات اللي احنا عاملينها ديت، بتبقى خميره بعد كده. حطيت شويه لبن وشويه قشطه في علبه الزبادي وسيحتها زي ما انتم شايفين كده. حابين تحطوا معلقه سكر في الزبادي حطي، مش حابه خلاص ما تحطيش. انا ما حبيتش احط النوبادي معلقه زبادي. احنا اما نيجي ناكل العلبه بتاعتنا بنروح حاطين الكوبايه بتاعتنا او العلبه بتاعتنا، بتروح حاطه بقى الزبادي اللي انت عايزاه يعني على حسب الرغبه. هنا بقى الزبادي الفراولة برضو بعمله بنفس الطريقة برضو. حطيت شوية لبن وبدأت أسيح الزبادية بتاعتي زي ما انت شايفة كده. وبتنزليها طبعا، حابة تضربيه في الخلاط ماشي مفيش مشكلة، كده او كده، بس هو يعني مش محتاج اللي هو يتضرب في الخلاط. انت بتسيحي بس علبة الزبادي، بتحطي شوية لبن في علبة الزبادي سواء السادة او الفراولة، وبعدين بعد كده بتسيحيها كويس وبعدين تنزليها على اللبن. خلاص كده يا بنات. خلاص كده اللبن السادة، الزبادي السادة والزبادي الفراولة. حطي هنا زبادي فراولة وهنا زبادي سادة. ماشي. واحدة بس. بدأت احطه في شفشة عشان اعرف اصبه يعني يبقى ليه بوز. اهو زي ما انتوا شايفينه، طبعا الكوبايات بتاعتك ناشفة خالص ما فيهاش نقطة مية، عشان الزبادي يعمل ما يبقاش فيه شرش ولا نقطة شرش. تمام. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين انا صبيت الزبادي السادة وبقى كتير برضو، هبدأ احطه في كوبايات تانية ده كيلو ونص لبن، شوفوا عمل قد ايه معايا، كام كوباية معايا. طبعا كيلو ونص لبن، كيلو لو ب23، ما يبقى الكيلو ب23 ونص ب11، ادي كده 34. تمام. هنوفر كتير قوي، هنشوف هنعمل كام كوباية ونوفر قد ايه. خلاص كده يا بنات انا عملت الزبادي السادة والزبادي الفراولة. طلعوا معايا كام واحدة، 4 فراولة و 7 سادة، 8 سادة. تمام. خلاص كده يا بنات انا نزلت بقى المية مغلية، لازم تكون مغلية في الصينية بتاعتك بتعمليها يعني تلتين كده الكوبايات زي ما انت شايفة كده. بتدخليها بقى، بتحطي عليها ورق استرتش او كيس بلاستيك نايلون. تمام. وتغطي كده الوش بتاع البلاستيك من فوق، وتروحي حاطه الفوطه بتاعتك اهي، تنزليها وتروحي حطاها في الفرن او على الرخام. حابه
بس الأحسن في الفرن بيبقى أسرع وأحلى بكتير، لأني بيبقى في مكان دافي. خلاص كده اهوت تاني يوم اهو يا بنات، قعدت معايا 12 ساعة. انا كنت عاملاه من بالليل وصحيت الصبح يعني كده على الظهر كده، رحت شايله الميه منه اهوت ورحت حطاه 4 5 ساعات في التلاجة، بقى زي الفل معايا اهو زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا ده بعد ما طلع من التلاجة اهوت معايا، مفيهوش ولا نقطة شرش. تحفة 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 تحفة، جميل جدا. شوفوا الكيلو ونص عمل معايا قد ايه. طبعا اوفر واطعم واحلى من الجاهز بكتير جدا جدا جدا. تحفة، ولادك هيحبوه. قومي يلا اعملي لولادك وفرحيهم، واعملي لهم الزبادي كل يوم بدل ما تشتري العلبة ب5 جنيه. هاتي كيلو لبن وهتملي الدنيا خير. حاجة كده عسل 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 عسل. شايفين الجمال؟ تحفة يا بنات، تحفة. طبعا على حسب الرغبة بقى بتحطي السكر اللي انت عايزاه، على حسب الرغبة. حابة تاكليه كده كليه زي ما انت عايزة يعني. تحفة يا بنات، حاجة كده عسل. شايفين الجمال؟ طبعا اللي بالفراولة باينة اهوت والسادة باين. جميل جدا. عمل 7 كوبايات عادي و4 فراولة. اهو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. ما تنسيش تحطوا لي لايكات وتشجعوني بلايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة، عشان الفترة الجاية نعمل فيديوهات كتيرة حلوة مع بعض. يلا باي باي.